الكسل. حلقتنا النهارده عن الكسل. طبعا زي ما كلنا عارفين الكسل ده حاجه وحشه جدا، بس ليه هي حاجه وحشه انا هقول لكم. بس قبل ما اقول لكم، احنا سالنا شويه من صحابنا الصغيرين ومن البابيز والماميز عن رايهم في الموضوع ده. تعالوا نشوف قالوا ايه وبعد كده نكمل كلامنا. هل الكسل بيسبب مشاكل بينك وبين ابنك؟ طبعا مشكلة كبيرة مش قليلة، لأن الكسل ده بيدمر مثلا مذاكرته ومجهوده، بيدمر حاجات كتير. طبعا بواجهها كتير جدا مع ابني الكبير كمان بالذات كتير. اول ما يمسكوا المذاكره بلاقي الكسل جه على طول. يعني هو الانسان اصلا الكسول، يعني ده كتاب مقدس بيحكي عنه اليد المرتخيه لا تمسك صيدا. فانا كده لما هكسل اعمل حاجه عمري ما هنتج، عمري ما هثمر. كسل بيضيع وقت، بيضيع العمر. الانسان الكسول يعني هو اكتر واحد خسران. احنا لو احتوينا ولادنا هنقدر نكسر موضوع الكسل ده شويه. طبعا اكيد طبعا كتير هنخسر بعض بسببه. طب ازاي بتتعاملي مع ابنك في الوقت ده؟ بسيبه يحافظ على اخواته وياخد باله منهم، وانا اخرج بيساعدني في حاجات البيت، بيجيب لي طلبات، بحاول انشطه شويه يعني. بحاول اصحيه الصبح بدري، احاول املى يومه، اديله حاجات تشغله، حاجات تنشطه. احنا نكون مثلا يومنا مش كله لعب، مش كله موبايل. اولا عشان ابطل كسل ما ينفعش افضل اقول له انت كسول. بخليه يتعود على انشطه، مثلا رسم، ابعده عن الحاجات الالكترونيه خالص. الاكل يبقى صحي شويه، لان في انواع من الاكلات الدهون والحاجات دي والفاست فود بتخلي الحاله صعبه شويه عندنا. يحاولوا دايما يحط لهم اهداف خلال اليوم وجدول خلال اليوم. انت مطالب ب1 2 3 4 خلال اليوم لازم يعملوا، حتى لو اهداف او حاجه بسيطه يحاول يقدر يعملها. بزعق جامد جدا، بنسايس شويه وبنتعصب شويه، بنكافئ شويه على حسب، بس يعني لازم نتحمل. بديله في وشه بديله في وشه على طول، يبقى اجيبه من شعره، يعني حاجه من الاثنين. ندي انشطه تشجيع. في الاول بتكلم عادي، بعد كام مره كده ببدا ازعق. في زقه بسيطه كده، في زعيقه صغننه يعني. طب بتعمل ايه لما تحس ان انت كسلان؟ لا بقوم بقى يعني انزل اخرج، فاهم، اروح كافيه، العب بلاي ستيشن، بخرج بلعب مع اختي اي حاجه. ما بعملش حاجه، ببقى ماسك التليفون بلعب، ما بعملش اي حاجه مفيده. ممكن اقعد انام او ارسم، اقعد مش اي حاجه اقعد بلعب فري فاير، ببجي. بحاول اغسل وشي واصحى نفسي كده عشان اقدر اذاكر. بفضل كسلانه كده شويه وبعديها بقوم اعمل اي حاجه بقى. شمحه ما اعملش اي حاجه، يعني ابقى مثلا عايزه اكل او اشرب ما بقدرش، فبفضل قاعده. طب قول لي، مين اكتر حد كسلان تعرفه؟ يعني اخواتي. يا الرجاله جميله اللي واقفه ورا الكاميرا دي، مفيش اكتر منهم. يوسف اسعد. اخويا فايز. ريني عاطف. اخويا. واحد صاحبي اسمه يوسف ايمن. انا وصحابي ما ينفع. انا لا الصراحه ما اعرفش كسالى. طيب واضح كده ان الموضوع كبير، في كلام حلو قوي اتقال. تعالوا نشوف الكتاب المقدس قال ايه عن الموضوع ده. مكتوب كده في سفر الامثال اصحاح 12 ايه 27: الرخاوه لا تمسك صيدا، اما ثروه الانسان الكريمه فهي الاجتهاد. مكتوب كمان في سفر الامثال اصحاح 13 وايه 4: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء له، ونفس المجتهدين تسمع. يعني من الاخر لو استسلمت للكسل مش هتحقق حاجه ولا هتوصل لحاجه في حياتك، وكل حاجه بتحبها هتضيع عليك. مش بس كده، ده كمان ممكن يخليك تقع في الخطيه زي اللي حصل مع داود لما كسل عن الحرب. طب والحل ايه؟ بص، كده الكسل هيفضل يهاجمك، بس الشطاره انك ما تخلوش يغلبك ولا يسيطر عليك. يعني لما يهاجمك ما تسكتلوش، تزعق وتقول له لا وتشوح له كده، وبعدين تقوم زي الشاطر تتلحلح وتعمل اللي وراك. وصلت؟ بالسلام.